السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد الوصفه اللي كيديروا الناس ديال تازا، كتجي رائعه. انا كليتها عندهم وكتكون عندهم ضروريه في المائده، كتجي لذيذه وانا عجباتني وقلت غادي نشاركها معكم. كيقولوا لها كيسميوها بالمدقوقه، على الطريقه التازيه. وهنايا عندي الفلفله وعندي مطيشه اللي كندهنهم بحال هكا. الا بغيتو تشويهم فوق البوطه كتشويهم، او كيكون الفحم احسن، ولكن انايا غادي ندير هكا الوقت شويه، نزرب الوقت شويه. غادي نديرها هكا في الفران، كندهن بحال هكا المطيشه. راه واحد الكميه قليله ديال المطيشه ديال الزيت باش كندهنها صافي، وكنرشن بحال هكا مطيشه. بعد ما دهنت الفلفله بشويه ديال الزيت باش كتساعدنا ديك الجلده كتطلع دغيا ما كتعطلناش. هنايا بعد ما بحال هكا دهنت هاد الفلفله واحد الكميه قليله كيف ما قلت لكم، هما ما كيدهنوهاش كيشويوها. انا تفاديت الوقت، ما كاينش عندي الوقت، قلت هكا نديرها في الفران. درت هنايا واحد الورق ديال الطبخ وسرحتها هكا في اللاطه، وكندخلها للفران، كنشعل عليها هكا من الفوق ومن التحت صافي، وكنخليها حتى كتشوى. هنا اللي كيبغي الفلفله حاره هما كيديروها بالفلفله حاره، كنديروا ديك الفلفله البلديه او كنديروا الفلفله حاره. هما كيديروا الفلفله البلديه كتكون هكا شويه كبيره ولكن كتكون حاره. انايا ما كياكلوش ليا هكا الحار، ما درتهاش صافي. وكندير هكا فصيصات ديال الثومه كنحطهم في الجنب ديال اللاطه وكنحطهم كيتشواو، وغادي نخليها حتى كتشوى تماما. بعد ما كتشوى كنغطيها هكا بواحد الكيس بلاستيكي، وكنغطيه بواحد المنديل من الفوق باش هكا كيرجع في هذاك الصهد، وهكا كتقشر لينا دغيا ما كتعطلناش، كتهز ديك الجلده وكنخليوها حتى كتبرد. انا خليتها حتى بردات، مشيت كنقضي شغالات اخرين وخليتها حتى بردات عاد باش غنجي ليها بحال هكا باش كنصايبها صافي. وكنحيد الفلفل، كنحيد عفوا الجلده. البلاصه اللي كتبان لكم هكا راه باقي ما تحيداتش ليها الجلده، كنزيدو نغطيوها وكنخليوها صافي. غادي نحيدو دابا الجلده بسهوله. وانا هاد الاكله راه عجباتني، كتجي رائعه وكتجي لذيذه صافي. وكنقيو الفلفله ديالنا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. وهكا الفلفله ومطيشه كل واحد وكيديرها بطريقته. هذه كيسميوها هكا سلطه كتعجبهم وكيديروها. قالك ضروري حنا كتكون عندنا هكا في المائده في وقت الغداء، دائما كيرافقوا بها بحال هكا الاكلات، دائما كيوجدوها صافي. كنحيد منها الزريعه، ما كنخليش الزريعه، ولا بانت ليا شي بلاصه هكا باقي فيها القشره كنحيدها صافي. وكنقي هكا الثانيه، كنمشي الثانيه اللي حطيتها هي طلعت لها الجلده لان عاود غطيتها حتى كتبرد تماما صافي. كتحيد لها الجلده بسهوله صافي. بعد ما كنكملوا هكا الفلفله غادي نرجعوا للمطيشه حتى هي كنحيدوا لها الجلده بسهوله. نحيدوا الزريعه. انا عجبتني هذه الوصفه قلت غنشاركها معكم بحال هكا. هنايا درت مطيشه، شوفوا مطيشه راه طابت ما شاء الله وكتهز ليها الجلده بسهوله بحال هكا صافي. كنقيها حتى هي البلاصه اللي كتبان ليا باقي فيها الجلده كنحيدها ما كتعطلناش، وراه هي طيبه ما غاديش نعاودو نطيبوها. وكنستمر عليها حتى كنكمل. كنحيد هاد الراس ديال المطيشه وكنحيد الزريعه صافي. الزريعه ديالها كنحيدها تماما، ضروري ما كنحيدو ديك البلاصه اللي كتكون خضره ديال النباته. كنستمروا عليها حتى كنكملوها. نتوما شفتوا معايا داك الماء كله كنحيدوه صافي. وغادي نجيب هاد القصعه
هما اشنو كيديروا؟ واحد القصعه اللي كتكون بحال هكا صغيره وعندها بحال الشكل ديال المقده. هذوك القصعات هما فاش كيصايبوا هاد المدقوقه. انا ما عرفتش فين كتباع، يعني مشيت عندهم هكا ضيفه ولكن ما عرفتش فين كتباع. كياخذوا هاد المقده كتكون بحال هكا بحال الشكل تاع الموس، كتكون هكا عريضه، وكيبداو كيدقوا مطيشه الفلفله وكيدقوها مزيان في هذيك القصعه. انا غير عطيتكم الفكره بحال هكا في هاد القصعه اللي صغيره، ولكن هما كيديروها ديال العود، كيديروها خاصه بحال هكا بهاد المدقوقه. وكيديروا الفلفله عفوا كيديروا الثومه. كنقي هاد الثومه اللي انا نسيتها ما درتهاش، ولكن راه غادي نديرها دابا. واحد الكميه قليله ديال الثومه، انا عندي فصيصات هكا صغار رقاق صافي. وكنبداو كندقوها مزيان بحال هكا كيديروا ليها بداك العود، كيديروا ليها بحال هكا ولكن في قصعه ديال العود البنات. وكتجي لذيذه، كتجي لذيذه لذيذه. انا غير ما عرفتش هذيك القصعه فين متوفره وفين كتباع. صافي كنبقى ندقها بحال هكا حتى كتولي هكا مدقوقه رقيقه. هذه هي الطريقه التازيه اللي شفت انا كيديروها. نتوما شفتوا شحال رقاقه بحال هكا. صافي وغادي نتبلوها. كنديروا شويه الملحه، تتبيله بالملحه والزيت البلديه فقط، ما كيديروش حتى حاجه بهاد التتبيله. كيديروا الملحه والزيت البلديه، ما كيديروا لا كمون لا والو. صافي كنزيد ندلك بالمعلقه الا بانت ليا هكا شي طريف باقي هكا ما مقطعش ديال الفلفله ولا مطيشه، راه كندلكوه وكنحطوها بحال هكا كسلطه اللي كنوجدوها هكا مع الوجبات. نحطوها على جنب، وهما تياكلوها هكا سخونه وتياكلوها بارده في الصيف، يعني نقدروا نديروها هكا في الثلاجه حتى كنوجدوا هكا الغدا وتنحطوها. وكنقول لكم بالصحه والراحه وجربوها كيف ما عجبتني انا، راه غادي تعجبكم حتى نتوما. وبحال هكا كنشوفوا الاكلات المغربيه كل منطقه وكيفاش اشنو كدير السلطه ديالها. وانا عجبتني هاد السلطه، وانا هنايا وجدتها معكم وكنقول لكم بالصحه والراحه. وما تنسونيش من لايك الا عجبتكم الوصفه، وما تنسوش تعليق جميل الا عجبتكم الوصفه. وكنقول لكم بالصحه والراحه، وغادي نخليكم مع الصور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.